مساء الخير عزيزي الفنان، أهلا بيك في فيديو جديد. معاك محمد صلاح. في الفيديو ده هنحاول نتكلم عن موضوع جديد جدا شيق جدا، قد تكون سمعته في أكتر من مكان، لكن أوعدك إنك المرة دي هتشوفه بنظرة مختلفة، وهو الجولدن ريشيو أو النسبة الذهبية. إزاي نقدر نعملها وإزاي نقدر نفهم الموضوع من بدايته. خلونا نشوف. اولا، احنا لو جينا دخلنا على يوتيوب او جوجل نبحث ايه هو موضوع النسبه الذهبيه ده او نشوفه بيتعمل ازاي، هتلاقي حد يقول لك هتعمل مربع بالشكل ده، وبعدين بتكرره نفسه كده، تطلع فوق، بعدين بتخلي المربع الكبير ده طول الضلع بتاعه مساوي لمجموع ضلعين المربع اللي تحت. تمام. خلونا بس نغير الالوان دي عشان نقدر نشوف كويس جدا، وهكذا عشان اكبر النسبه بتاعتي شويه. فبرضو باخد نسخة الناحية دي واعمل كده. اهم حاجة تاخد بالك من السناب والسمارت جايد دي، عشان تقدر تفعلها تيجي هنا على فيو سمارت جايد وتعمل سناب ده سناب تو بوينت، تفعل سمارت جايد وسناب تو بوينت. تمام. يعني ده اختصار سريع بس الموضوع السناب، لحد ما ان شاء الله نبقى نعمل فيديو على حسب طلباتكم طبعا لتعليم الاستريتور بسرعة. انا مش من النوع اللي بيحب يشرح الادوات وكده، لكن ممكن نبقى نعمل فيديو سريع كده 10 دقايق ربع ساعة نشرح فيه الاستريتور بشكل سريع يعني. فخلونا نكمل دلوقتي. بالشكل ده انت عملت شكل نسبة ذهبية. طيب، اقدر استفيد منه ازاي بقى في التصميم؟ اعمل دايرة هنا كده تكون جوه المربع اللي انا رسمته ده، وهكذا هنا، وهكذا هنا، وبالشكل ده يكونوا الثلاث دوائر دول واحد واثنين وثلاثة بينهم نسبة هي نسبة ذهبية، تقدر تبدأ تشتغل بيهم في التصاميم، تكررهم بنفس النسبة دي لحد ما تعمل اللوجو بتاعك. طيب، هل الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صح لكن مش كامل. تعالوا بقى نشوف الموضوع ده جه من الأول ازاي. لو احنا قلنا ان النسبة الذهبية دي هي بتساوي فاي رقم معين، الرقم ده هو 1.618. تمام. يعني اي حاجة ما بينهم النسبة 1.618 دي النسبة الذهبية. يعني حتى في ناس بتقول النسبة الذهبية دي لا تقتصر بس على الجرافيك، يعني في نسبة ذهبية في الجمال، تقييمات الجمال، نسبة الطول على العرض بتاع الوش. لو طلع النسبة الذهبية هو بيطبق النسبة الذهبية في الجمال بتاع الوجه. وكمان في التصوير أحيانا بيستخدم النسبة الذهبية دي بالمنحنى اللي هنشوفه بعد شوية في تقسيم اللاي اوت بتاع الصورة بتاعتك، كذلك في الهدوم، كذلك في العمارة وهكذا. لكن من ناحية الجرافيك احنا بنتكلم فيها دلوقتي، خلينا نقول ان احنا عندنا قطعتين مستقيمتين، طول واحدة فيهم الكبيرة A وطول الثانية B، والمجموع بتاعهم طبعا A زائد B. القطعتين دول يحققوا النسبة الذهبية امتى؟ لما يبقى A طول A على طول B مساوي لطول A زائد B على طول A اللي هي القطعة الكبيرة. كل ده بقى المفروض يساوي كام في الآخر؟ النسبة الذهبية. لو كل ده في الآخر ساوى النسبة الذهبية كده، يبقى القطعتين دول بيمثلوا بالنسبة لك قطعة ذهبية. قطعة ذهبية يعني للنسبة الذهبية. ال A وال B دي نقدر نبص عليهم بشكل أوضح في المربعين اللي تحت دول. فاكر أنت لما كنا بنعمل المربعات فوق وناخدها ونكررها ويبقى في هنا واحد تاني زيه هنا وهكذا. ال A وال B هي أضلاع المربعات دي. يعني احنا لو رجعنا هنا لو عشان ده الكبير فيبقى ده A، وعشان ده الصغير يبقى ده B. في الحالة دي هيبقى ده الكبير فيبقى ده A وده B. النسبة بين دول لو حققت المعادلة اللي ورا دي يبقى النسبة دي نسبة ذهبية، بالتالي نقدر نشتغل بيهم. يعني دلوقتي في الحالة دي لو أنا رسمت هنا دايرة هنا ودايرة هنا، الدايرتين دول لو ممثلين
للمربع ده او يعني شكل كامل في المربعين دول، يبقى الدايرتين دول بينهم نسبه ذهبيه. خلونا ننتقل للنقطه الثانيه. النسبه الذهبيه دي بتبان عندي في منحنيين، في منحنى اسمه منحنى النسبه الذهبيه ومنحنى فيبوناتشي. منحنى فيبوناتشي ده طبعا نسبه لاسم العالم اللي عمله، فخلينا نقول ان هو بيشتغل بنفس الطريقه لكن في تغيير بسيط جدا. لو جينا هنا على منحنى النسبه الذهبيه اللي احنا اشتغلنا فيه فوق، هنقول ان احنا حطينا واحد وحده جنبه، طلعنا فوق بقى 2 وحده. ليه؟ عشان طول الضلع بتاعه لازم يكون قد الاثنين دول. الاثنين ده لما نقلناه هنا خدنا بقى الاثنين دي والواحد ده بقى ده 3. عشان اكرره هحط ده هنا، بقى محتاج ال المسافه الكامله بتاعه ده والمسافه الكامله بتاعه ده اللي هو 3 و2، يبقى بقى كام؟ بقى 5. 3 دي زائد الواحد والواحد او زائد الاثنين دول. تمام. هنا بقى لما اجي انقله هياخد الخمسه دي والواحد والاثنين او الخمسه والثلاثه اللي هو هيبقى 8، وهكذا بيبدا يتكرر. هو ده منحنى النسبه الذهبيه. النسبه الذهبيه بقى بتكون ما بين ايه؟ بتكون ما بين القطعه A وما بين القطعه B. لو قلنا خدنا لون تاني كده، ما بين القطعه B، يبقى دي B وده A. تمام. المسافات دي او الارقام دي او الاطوال دي بتحقق النسبه الذهبيه. طيب تعالوا نتاكد كده. لو احنا قلنا ال 21 ده قسمناه على ال 13 بقى كام؟ 1.615 بالظبط كده. فهي النسبه الذهبيه دي احنا بنحاول نقرب لها بالرسومات دي قدر الامكان، ما بنجيبهاش بشكل 100% بيرفكت غير بطريقه واحده انا هقول لك عليها في اخر الفيديو، يعني كالكوليتر يعني. فخلينا دلوقتي نكمل بالرسومات. تمام. يبقى انا دلوقتي فهمت ان دول ازاي بيمثلوا النسبه الذهبيه. تعالوا بقى ننتقل هنا للمنحنى بتاع فيبوناتشي. بيقول لك ايه بقى؟ بيقول ان عندك هنا مربع، او مربع طول الوحده بتاعته كام بقى؟ واحد، اللي هو ده المربع ده الصغير ده. تمام. ده واحد، يعني لو مسكناه كده نقدر نغير لونه يبقى هو ده. تمام. طول وحده واحد، فاروح واخد جنبه اتنين، ومن واحد ده بقى طالع بتلاته اللي هو ايه؟ اللي هو ده. يعني لو انا جيت قلت شفت 3 ده طلع ازاي؟ 3 ده هتلاقيه يجي بالشكل ده. في الاول كانت بتبقى 1 1 2 يطلع منها 3 ابعد شويه عشان دي تبقى 5، لكن لا، منحنى فيبوناتشي شغال 1 2 3 4. دي البدايه بتاعته. 4 بقى عشان ينتقل ل7 بيبدا يقيس المسافه دي اللي هي 4، وبعدين المسافه دي اللي هي 3 فيبقى 7. يبدا بقى يقيس المسافه دي 7 والمسافه دي اللي هي 4، دي اللي هي 4 فيبقى كام؟ 11، وهكذا. يبدا ينتقل 18 29 47 بعدين 76. دلوقتي انا بقى لو جيت اختبر نفس الاختبار اللي انا اختبرته على الارقام دي، خلينا نشوف مثلا 76 دي لو قسمتها انا على كام. دلوقتي دي هنا بتمثل الاي، فين البي بتاعها؟ بص كده، لو دي الاي بالنسبه لي فالبي بتاعتها فين؟ هي دي بقى، المفروض دي البي. تمام. يبقى دي الاي ودي البي. تعالوا بقى نشوفها. 76 على 47 تساوي كام؟ 1.617. النسبة الذهبية كام؟ زي احنا قلنا 618. فده أقرب، عشان كده المنحنى بتاع فيبوناتشي يعني أكثر دقة، لكن الاثنين بيحاولوا، الاثنين بيقربوا للنسبة الذهبية، ما بيوصلهاش يعني بشكل 100%. تمام؟ هي دي بقى الفكرة بتاعت ايه؟ منحنى فيبوناتشي والنسبة الذهبية. تعالوا بقى نبص هنا الأرقام دي. طب أنا لو محتاج أعمل أرقام بشكل سريع، أنا محتاج أبدأ أشتغل، يبقى أنا المنحنى بتاع النسبة الذهبية بيقول لي 2 3 5 8 13 21. دول بيمثلوا بالنسبة لنا إيه؟ بيمثلوا أطوال الأضلاع بتاعت المربعات اللي أنا هشتغل بيها وأرسم جواها إيه؟ الدايرة بتاعتي، أو بيمثلوا بالنسبة لي على طول القطر بتاع الدايرة. يعني أنا لو جيت هنا قلت إن أنا هعمل دايرة طول القطر بتاعها قد إيه بقى؟ وليكن 5، ودي كمان تبقى 5. محتاج افك القفل ده، دي 5 ودي 5، هقفل بقى القفل. تمام. دي دلوقتي لو انا عملت واحده ثانيه 8 وعملت واحده ثانيه 13، الثلاث دوائر دول دلوقتي ما بينهم نسبه ذهبيه طبقا لمين؟ طبقا للكلام بتاع منحنى النسبه الذهبيه، عشان دي الارقام اللي بتطلع منه. جت منين بقى؟ جت من واحد وواحد، نفس الشرح ده، يعني المخطط ده الشرح بتاع الشكل البياني ده. تمام. تقدر تاخد الارقام دي وتشتغل عليها على طول
كاقطار للدوائر بتاعتك. لكن المنحنى بتاع فيبوناتشي بقى بيقول ايه؟ بيقول 4 7، لان احنا قلنا هو بيبدا 1 2 3، يبقى الواحد بقى زائد الثلاثه لما يكمل عندي الشكل هنا. تمام، الواحد بقى زائد الثلاثه يديني 4 على طول. تمام، 4 7 11 29 47 وهكذا. تمام، الارقام دي لو انا استخدمتها برضو كاضلاع او كاقطار للدوائر اللي هرسم بيها بتديني اشكال ما بينها نسبه ذهبيه. نقدر نفهم ده من هنا. دلوقتي انا الدوائر دي اترسمت من المنحنى بتاع النسبه الذهبيه او فيبوناتشي. احنا قلنا الاثنين صح، الاثنين بيحاولوا يوصلوا للنسبه الذهبيه بشكل قريب يعني. طيب تعالى بقى نلم دول على بعض كده كلهم. تمام، نلغي الفيل بتاعه، نديله ستروك عالي شويه. تعالى بقى نطبق بقى ازاي احنا بنقدر نستخدم النسبه الذهبيه دي، ازاي نقدر نطبقها عندنا في اللوجوهات. انا عندي اللوجو ده، تعالى بس نعمل لهم كده علشان نتاكد ان هم يفضلوا دواير مهما غيرت النسب بتاعتهم، وهكذا. ده كمان، بس اعتقد ده كان اخر واحد، وهكذا. اقدر بقى اخد انا الدواير دي قبل ما ابدا اعمل اللوجو. طبعا بكون عامل سكتش او في فكره في دماغي، فلو في سكتش ببدا اشوف الدواير دي مع السكتش اللي انا عامله او مع الصوره اللي عندي اللي انا هطبق عليها. محتاج ان انا اكون قادر اوصل لاقرب نسبه لل... للوجو اللي انا بعمله او للشكل اللي انا بعمله. هي بالنسبه لي، خلينا نقول ان هي بالنسبه لي كده خلاص مرضيه. بالنسبه لي الوضع كده بالنسبه لي مرضي خلاص. هاخد انا دول، اجي كده وابدا اخد منه بقى دواير وانفذ اللوجو بتاعي ده. زي مثلا انا عملت كده، هاخد بقى دي واعمل الجزء اللي تحت ده بالشكل ده. ممكن اخد دي احطها هنا بالظبط مظبوطه كده. جابت معايا الودان كمان، ممتاز. ممكن اخد دي عشان الجزء بتاع الجبهه اللي فوق ده، وهكذا. ببدا اظبط بقى عندي العين دي كده، ممتاز. ممكن اقدر اكررها، لا ممكن اجيب حاجه تانية احسن، ممكن اجيب واحده تانية احسن. بالظبط كده. ممكن تبقى العين شوية مختلفة، لكن خلينا نقول إن إحنا عندنا سكتش أو عندنا صورة لو هي مش نسبة ذهبية، فوأنت بتعملها نسبة ذهبية مش شرط إن هي تكون زيها بالظبط. يعني أنت لما بتعملها نسبة ذهبية فأنت بتغير النسب بتاعتها بشكل ما عشان تمشي مع النسبة الذهبية. تمام؟ فخلينا نقول إن العين بتاعتنا بقت بالشكل ده لو هتطابق النسبة الذهبية. كويس أوي. تعالى بقى نعمل الجزء ده، ناخد له دايرة أكبر شوية، أوسع شوية بالشكل ده، ممتاز. محتاجين نقفل الجزء ده، لو قفلنا بدايرة أوسع أحسن. ممتاز جدا كده. كده أنا الشكل بتاعي كامل. أقدر بقى أستخرجه إزاي؟ لحد ما نعمل فيديو عن كل الأدوات بتاعت الإليستريتور نقدر نقول إن إحنا هنعمل سيلكت عليها كده، شيب بيلدر تول. أبدأ بقى أمسكها، أختار لون عشان يكون هو الكالر بتاعي اللي بيعمل عليه الشيب. خلينا نقول اللون ده مثلا، وهكذا. ده أول جزء بالنسبة لي. خلينا بس ناخد الجزء ده كمان. تمام، وده هيبقى تاني جزء بالنسبة لي. خلينا بس نطلع العين لوحدها كده بالظبط، نطلع الجزء ده كده مظبوط، وهكذا. احنا كده كنا عمالين بنضيف. طيب عشان نشيل بقى بتدوس الت وتعمل نفس اللي كنت بتعمله، الت وبتكليك وتدراج كده عشان تشيل الزوايد دي، هكذا هكذا بالشكل ده. انا كده اللوجو بتاعي ده كده بالشكل ده من السكتش اللي انا كنت عامله، ده بيحقق نسبة ذهبية. تمام جدا. تعال نبص بقى، ممكن نلغي الاستروك ده، نيجي هنا على الجريدينت نخليه بالظبط كده. ايا كانت الالوان بتاعتك هتعملها انت ازاي.
نبدأ بقى ناخد ده هكذا، نبدأ ناخد الجزء ده كده بالشكل ده. نبدأ بس العين دي نعملها، نشيلها بقى الت ندوس عليها نشيلها بالظبط كده. الشكل ده كده بقى عندي بيحقق النسبة الذهبية كويس جدا. ان شاء الله فيما بعد هنشوف لها تطبيقات كتير، لكن خلينا دلوقتي نقول، في حد سألني قال لي هل النسبة الذهبية دي لازم ارسم دايرة واعمل اللوجو بتاعي راديال؟ انت لو جربت تكتب على الانترنت في اي وقت نسبة ذهبية او لوجوهات بتحقق النسبة الذهبية هتلاقيها كلها مدورة. هل ده صحيح؟ هل النسبة الذهبية ما بين الدوائر بس او الاقواس بس او المنحنيات بس؟ لا مش صحيح. طالما احنا عندنا الشكل ده سواء جاي من المنحنى بتاع النسبة الذهبية او الفيبوناتشي، تقدر تاخد منه بقى مربعات. المربعات دي تقدر تنسبها مع بعض وتعمل بيها لوجو بشكل مربع. تقدر تاخد منها الخطوط دي كA بقى وB زي ما قلنا، قطعة A وقطعة B، وتبدأ تشغلها مع بعض زي ما احنا شايفين هنا في التطبيقين دول. انا خدت هنا 5 8 13 21، ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للمنحنى بتاع النسبة الذهبية. يعني انا بالشكل ده دلوقتي لو قدرت امسح دول كده مثلا، انا ممكن اقول ان ده بينهم النسبة الذهبية، وده بيمثل اديداس مثلا، اللوجو بتاع اديداس بيديني النسبة الذهبية. تمام. احنا بنتكلم على اطوال. يعني انا اقدر اقول ان دلوقتي انا لو لفيت دول او اديتهم اي انحناءه بسيطه كده مثلا، ده الشكل كده مثلا كده، او العكس زي ما تكون انت بقى هتعمل ايه، واخد بالك؟ طالما انت محافظ على نفس النسب دي او نفس النسب ما بين الاطوال ما بين القطع دي، دي نسبه ذهبيه تقدر تشتغل بيها زي ما انت عاوز، تقدر تعمل بيها اللي انت عاوزه. تقدر تكملها بقى كمستطيلات كده مثلا، وتبقى كلوجو لشركه بناء يعني او اعمار او هكذا، وكأن دي عمارات وهكذا. تمام براحتك بقى، لكن الموضوع مش مقتصر بس على الدوائر ده بالنسبه للخطوط. طيب بالنسبه للمربعات، هنا انا خدت الثلاث مربعات دول من الفيبوناتشي، اخدتهم كده. ممكن اقدر اعمل شيب بيلدر تول، اشيل الجزء ده واشيل الجزء ده، والون الجزء ده كده باللون الاصفر، اشيل ده. خلاص اقدر اعتبر ان ده بالنسبه لي هو اللوجو الخاص بناشونال جيوغرافيك مثلا، او اي حاجه تانية. اقدر انا اعمل اي حاجه تانية، اقدر انا اقول اي حاجه تانية. ده بالنسبه لي الشكل ده او المربع ده الاطوال بتاعته كده بتحقق النسبه الذهبيه، سواء القطعه دي اللي هي اللي جوه دي، تمام، او سواء حتى الطول الداخلي في الجزء ده، او الطول بتاع المربع الكبير كمان. تمام. فده بيحقق بالنسبه لي النسبه الذهبيه. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للفكره بتاعه ازاي نقدر نطلع النسبه الذهبيه دي بشكل سريع، بشكل صحيح دقيق 100%، عن طريق كالكوليتر. في موقع على الانترنت اسمه جولدن ريشيو كالكوليتر، تقدر تبحث عنه. تقدر تقول بقى ان هنا بقى في ايه وفي بي. دي بالنسبه لنا بتمثل ايه؟ بتمثل ان في هنا مربع كده وفي هنا مربع كده جواهم دوائر، تمام، او بتمثل بالنسبه لنا قطع مستقيمه. انت بقيت فاهم بقى ان الموضوع مش مقتصر بس على الدوائر، وبقيت انت عارف ايه الاي وايه البي. تمام جدا. بتقدر تحدد الوحده اللي انت شغال بيها من هنا، تمام، تحتوي على وحدات كتير كده. وبعد ما حددت الوحده بتاعتك تقدر بقى تكتب اي قطعه هنا الاي. يعني انت لو كتبت دلوقتي 45 وليكن، فهتبقى البي بتاعتها لازم تكون الرقم ده. هروح انا على الاستريتور، اقدر اجي هنا اخد مربع واكتب 47. تمام. دي القطعه A. طب البي بتاعها بقى تبقى كام؟ البي بتاعها تبقى 27.812. كويس جدا. 27.812 تقريبا، بالظبط 812، وهكذا. ده الاي وده البي بتاعي. طيب ممتاز جدا. عشان اقدر اكبر بقى الموضوع اعمل ايه؟ بروح واخد ده رايح بيه هنا كده، مكبر، عامله لحد هنا، وهكذا. واقدر بقى ايه بالشكل ده اسحب بقى الجزء ده الناحيه دي واكبره، وهكذا. بقى عندي A و B ينطبق عليهم النسبه الذهبيه بشكل مثالي 100% بالارقام او بالاطوال. وبكده نكون عرفنا ازاي ان احنا نقدر نعمل ال
وبكده نكون عرفنا ازاي ان احنا نقدر نطلع النسبة الذهبية سواء بالرسومات او بالارقام كمان يعني، او بالكالكوليتر. دلوقتي عشان تحول دي لدايرة مش مضطر انك تعيد رسمها، ممكن من هنا نسحبها بالشكل ده، دي الطريقة الاسهل بالنسبة لي. هكذا طالما انت مطلعها كالكوليشن او راسمها بشكل صحيح، فبالتالي الثلاث دوائر دول بيمثلوا بالنسبة لك نسبة ذهبية. الثلاث دوائر دول لو بالشكل ده او بالشكل الاكبر، ما دام هم دوائر، خلينا بس نعملهم تاني، يعني في اي نسبه سواء كبيره او صغيره ما داموا بنفس النسب، فهتفضل النسبه بينهم نسبه ذهبيه. اتمنى يكون الشرح عجبك، اتمنى يكون كان فيديو سريع مفيد. كنت معاكم محمد صلاح، اشوفكم في فيديو جديد.